بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصعود لمصر لكأس العالم مبروك. للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظك للمسلمين في العالم الكبير. مبروك للجهاز الفني كابتن حسام حسن. مبروك لكابتن محمد صلاح كابتن المنتخب. الصعود للمرة الثانية لكأس العالم، وإن شاء الله المرة الجاية تبقى الثالثة برضو وأنت موجودة كابتن الظاهرة صلاح. بخصوص اختيارات المنتخب وتشكيلاته وتدخلات الكابتن حسام، كل اللي اقدر اقوله ان بطولة افريقيا اللي جاية هتكون صعبة جدا على منتخب مصر، وده سبب اختيارات الكابتن حسام والكلام ده كله اللي بيحصل. انا كنت شرحته قبل كده، خلينا نصبر ونشوف القادم، وبالتوفيق لمصر ان شاء الله. الزمالك طبعا الفيديو الاخير انا كنت اتكلمت عنه، ولكن ما حدش شافه كتير لان كان طويل شوية. اللي انا عايز اقوله ان الزمالك طبعا بيتحكم فيه السماسرة، وده سببه ان خلى الكابتن حسين لبيب يدي النادي لجون ادوارد ده سمسار. او انتوا شايفين المدرب خسر 12 بونت من 30. انا كنت بشوف كان ممكن يخسر 3 بس من الاهلي، غير كده ما يبقاش مدرب. اللي انا عايز اقوله ان الزمالك طبعا السماسرة بتتحكم فيه. كل اللي اقدر اقوله لجمهور الزمالك الوفي المخلص، ما تزعلوش مني من اللي انا بقوله ده، انا شرحت لكم كتير. ناس كتير بتقابلني وساعات بتضحكني بصوت، يعني يقولوا لي اكاديمي ده مش عارف ايه. طب انت كده بتقول ليه؟ اللي انا عايز اقوله يا جماعه، المدرب اللي بيشتغل صح في الانديه الكبيره بيحافظ على التشكيل، ما بيدخلش لعيبه جديده على لعيبه عايشه في الفرقه ونجحت. ده مش مدير فني ببساطه، ببساطه خالص. ده اللي انا بقول لكم معطياتي اهوت. لما بشوف مدرب بقول لكم المدرب ده بيجي بيبني على الفريق اللي موجود، وبيحافظ على التشكيل، وبيدخل اللعيبه الجديده في اضيق الظروف، ايقاف، انذار، مش عارف، غياب، اصابه. غير كده يبقى ده مش مدير فني. تغيير اللعيبه الكتير في الانديه وبالذات الانديه الجماهيريه اللي بتلعب تحت الضغوط، ده مش مدير فني، ده سمسار مع اللي جايبه، بيقعد يسمسروا، ويجي الفتره اللي جايه يشتروا لعيبه ويبيعوا لعيبه، والناس بتتظلم في النادي. يعني اللاعبين بيتظلموا، حتى اللعيبه الجديده كمان بيظلمهم برضو لما بيدخلهم في اوقات مش وقتهم. لان دي معطيات مهمه جدا للمدرب، احنا بنشوفها بفضل الله، وبنقوم قايلين للناس على طول المدرب ده هيبقى معطياته ايه وايه مدى جودته وكده يعني. فامثله بسيطه جدا انا كنت بشرحها لكم برضو في الفيديوهات. يعني بقول لكم مثلا الونش عايش في الفرقه طالما سليم يلعب، مش محمد اسماعيل. انا ما اسمحش للولاد اللي بيقولوا ده لعيب كويس. طب ماشي، ما هو لعيب كويس، انا عايزه لما احتاجه هلاقي العبه. كذلك ناصر ماهر، المدرب بيبقى شايف هو بيعمل ايه والكره مع الفريق الثاني، وبيعمل ايه والكره في رجله، انتاجه ايه والكره في رجله، هل بيديها لزمايله ولا بيديها للفريق الثاني. معطيات كتير جدا انا كنت بشرحها لكم. استمراره كارثه، وربنا يسترها على نادي الزمالك وعلى جماهيره في الفتره اللي جايه. وشكرا والسلام عليكم.